السلام عليكم ورحمة الله. مباراة كل الجنون، أهداف ولا أروع. وسوف نرى جميعا نسخ أهداف حقيقية، وسوف نرى فرص سامحة للتسجيل. الدخول إلى الملعب، وهنا تنطلق صافرة البداية. بيدري يضغط، الحارس يخرج من المرمى، أشرف حكيمي يرد، وإيتو يسدد. يصيب الهدف. محاولة جيدة بدون شك. الركنية الأولى في المباراة. روبرتو كارلوس يلعبها قصيرة، تسديدة من مسافة بعيدة. أشرف حكيمي، شوف التسديدة كيف كانت، يا لها من ضربة قوية وفي الشباك. لعبة جميلة جدا، مهارة عالية، تنفيذ أجمل، نهاية غير عادية. شوف سرعتها، قوتها، دقتها، روعتها، كرة مذهلة. ونرى هنا إعادة الهدف. الصراحة هدف جميل بالقدم اليسرى، وسوف أعرض لكم مثل هذا الهدف. في الحقيقة سجله أشرف حكيمي وبالقدم اليسرى، وتقريبا من نفس المكان. أشرف حكيمي، أشرف يتقدم، يسدد، جول عالمي كبير، عالمي أشرف يا حكيمي. الظهير الأيمن المغربي يسار، أسد الأطلس يسار. حكيمي. إيطاليا بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم الأمور. الهدف جاء ليغير من وضعية المباراة مبكرا. الآن راح تكون هناك حسابات أخرى. توتنهام عنده أفضلية في الاستحواذ، وكذلك أفضلية عليه أن يستغل الضربة من جيوفاني ألبر. كرة تحرك الشبكة، وعندما نلعب الكرة بسرعة يتوتر الخصم، ثم يأتي التسجيل بهذه الطريقة. محاولة للخصم، الخصم يلعب الكرة جيدا، تسديدة من جوليان ألفاريز. بصراحة تسديدة رائعة جدا، ولم يحالفه الحظ للتسجيل. هنا كفارة ينسل وحيدا، يمرر، لكن التمريرة كانت غير صحيحة، وهجمة عكسية للخصم. كاد هنا أن يسجل. بعدها مباشرة يأتي الهدف، هدف يقلص به الفارق ليصبح الفارق هدف واحد. وهنا ينتهي الشوط الأول، نبدأ الشوط الثاني. إيطاليا كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. محاولة لخلق فرص هجومية، يجب أن يكون هناك تركيز أكبر في الثلث الهجومي. خطيرة، يا عيني على الكرة في المرمى، يا عيني على الجبل. حارس المرمى صعب جدا أن يفعل شيء. تسديد، إصرار على مواصلة التسجيل. الآن ضاعت الكرة هنا، نجحت البينية. هذه لعبة نايم خطيرة جدا. الله على هذا الإنهاء، كرة في البر. بصراحة هدف جميل. الخصم لاعب، هنا دبل تاتش ثم التسديد. هذه بطاقة نيمار، أسطورية صراحة. قبل أن ينهيها بأجمل طريقة. ما زال هناك فارق هدفين، أي عودة ستكون استثنائية الآن. يحاول الحفاظ على الاستحواذ وإهدار الدقائق المتبقية. بيشياك فارسخيليا الآن باتجاه اليمين. كوكسو يتدخل ويقطع الكرة، تميز، سدد كرة. الآن تعود الفرصة من جديد. روعة روعة روعة. هنا تنتهي المباراة. كانت مباراة ممتعة بصراحة.